انت بتروح تشتري قطعة الغيار بتفتكر ان انت 100% شاري قطعة الغيار الاصلي. انا هنا ليه بقى؟ عشان اعرفك الفرق ما بين ما تشتري قطعة غيار اصلية وقطعة غيار نازلة بكواليتي عالي وشبه الاصل. يعني مثال، دي قاعدة فتيس بتاعت عربية تويوتا كرولا، دي الصيني ودي الاصلي. دي بتبقى الكتابة على الكاوتشة العلوية للقاعدة، دي بتبقى الكتابة في الجنب. دي الكتابة اللي هنا اللي هي الصيني، كتابه هنا بتبقى جوه على جسم القاعده الداخلي. قاعده الصيني بتبقى مط، قاعده الاصلي بتبقى لامع. اللحامات في الاصلي بتبقى لحامات طبيعيه خارجيه هاند ميد، اللي هنا بتبقى لحامات مكن ليزر. حتى ده هيبان جدا في لحام الصواميل، يعني دي لحام داخلي الصيني، اللحام بتاع الصواميل داخلي، الاصلي اللحام بتاع الصواميل خارجي. المسمار بتاع القاعده في الصيني بيبقى اصغر من الاصلي بحاجه بسيطه جدا. الحرف اللي محفور على جسم القاعده ده بيبقى بارز، ده بيبقى مختفي. دي الاصلي ودي الصيني. دي سعرها 4000 جنيه، دي سعرها 1300 جنيه. ما تخليش حد يضحك عليك، اسال محرم هتعرف الفرق ما بين الاصلي والمضروب.